لماذا سنة المسح على الخفين ذكرت في كتب العقائد في أكثر من موضع؟ المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة عن 70 صحابيا، وفيه 40 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ليس في نفسي من المسح شيء ثبت فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم ينكره إلا الرافضة قبحهم الله. ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين. انظروا إلى هذا الغباء، يرون المسح على الرجلين بل على القدمين فقط، وينكرون المسح على الخفين. ولذلك صار أهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة، حتى إنهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد لأجل الرد على أهل البدع والزندقة الذين ينكرون السنة، وإنكار السنة كفر بالإجماع. لهذا ذكرت سنة المسح على الخفين في كتب العقائد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.